الجبنه دي بقى بتتعمل لمحمد احمد مخصوص. الجبنه دي بتتعمل لمحمد احمد مخصوص. كنا مختلفين النهارده هنفطر فين، بس اتفقنا ان احنا نفطر في مكان من الاماكن المشهوره شويه في اسكندريه، وهو محمد احمد. جبنا حاجات كتير قوي بقى، فول، فلافل، عجه، بيض بالبسطرمه، حاجات كتير يعني. بس المهم اول حاجه هنبدا بيها هي الفول. طلبت نوعين من الفول، فول بالزبده وفول بالطحينه. اول حاجه بدات بيها هو الفول بالزبده. قلبت الفول كده، دقت منه حته، هو الصراحه كان طعمه حلو قوي بالنسبه حتى الفول بالزبده اللي انا بدوقه بره يعني. لا ده فعلا كان طعمه حلو. جربت بعد كده الفول بالطحينه، بس هو كان مليان زيت، كان عليه كميه زيت مهوله. بس لما دوقته هو كان لطيف، لما حطيت عليه ليمون كمان بقى احسن بكتير. بس الفول بالزبده الصراحه كان مميز اكتر. دخلت بعد كده على البيض. كنا طالبين بيض بالبسطرمه وعجه. ابتديت اول حاجه بالبيض بالبسطرمه. هو كان باين عليه كده من بره اصلا ان هو عليه سمنه فلاحي، تحس كده ان هو البيض بتاع تيتا اللي كانت بتعمله لك في البيت ده. هو الصراحه كان طعمه حلو قوي، كميه البسطرمه كمان اللي محطوط عليه كانت حلوه قوي. بس بعد كده لما دخلت في العجه حسيتها متوسطه، وشكلها اصلا ما كانش مشجع، وكانت مزيته، فما اتبسطتش بيها. فلو هقارن ما بين البيض بالبسطرمه والعجه، لا البيض بالبسطرمه كان احلى بكتير. دخلت بعد كده بقى على الطعميه او الفلافل، بتنجان مخلل، بطاطس ومسقعه. انا بحب عامه الطعميه بتاعت اسكندريه اللي هي الطعميه القماطي دي، بتبقى حلوه كده وصغيره كمان. هم عندهم ما كانتش شاربه زيت، هي كان طعمها عادي زي ايه طعميه، بس كان عاجبني انها كانت خفيفه. البطاطس بالنسبه لي كان عادي خالص. البتنجان المخلل الصراحه هو اللي فعلا كان طعمه حلو، كان صعب شويه في تقطيعه بس هو كان طعمه حلو قوي. المسقعه كانت متوسطه، ولا هي حلوه ولا هي وحشه، انا دوقت احلى منها يعني الصراحه، فهي كانت افريج. جبت بعد كده نص رغيف، حطيت بقى فيه طعميه، بطاطس، بتنجان مخلل، وحطيت عليهم لقمه فول. بصوا البتاع ده حلو قوي، ميكس كده كميه حاجات في بقك ما تبقاش عارف انت بتاكل ايه. بس هو عامه الساندوتش ده اللي بيسموه بره الديناميت وبتاع كان حلو قوي. نزلت بعدها بقى الجبنه المقليه، هي كانت مزيته جدا 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 كمان مره. بس الفكره كلها فيها انها ولا تحس انها جبنه رومي، ولا تحس انها جبنه شيدر، ولا جبنه موتزاريلا. هي شيء غريب كده. سالت الراجل الصراحه عشان اعرف هي ايه، قال لي جبنه بيضه ضاني. انا الصراحه اول مره اسمع عن نوع الجبنه ده، بس هو قال لي انها بتيجي لمحمد احمد مخصوص. طعمها لو خدت حته صغيره هي لذيذه، بس لو زودت عن الحته الصغيره دي لا، يعني هي كميه الزيت دي صراحه انا بالنسبه لي على الاقل ما قدرتش استحملها. اوفرول بقى لو هنيجي نلخص التجربه دي، انا الصراحه في كام حاجه ما عجبتنيش خالص. اولا هم حاسبونا على المناديل، ودي اول مره اشوفها في حياتي. ثانيا هم حاسبونا على العيش، ودي تقريبا بقت موجوده في محلات كتير. بس ثالثا بقى احنا طلبنا طلب طعميه، هم نزلوا لنا اتنين عشان احنا كنا اتنين يعني. بس انا طالب واحد، انا ما كنتش عايز اتنين، انا عايز واحد بس. نزلوا لي 10 اقراص طعميه، انا اكلت منهم اتنين او ثلاثه بالكتير قوي. بس للامانه برضه لو انت عايز تروح محمد احمد، هو ليه جو كده معين، الفول بتاعه حلو قوي والبيض بالبسطرمه، وهكذا برضه البتنجان المخلل. لكن اكتر من كده انا صراحه كنت حاسس ان الحاجات عاديه او اقل من العاديه، وكمان الاسعار مبالغ فيها شويه بالنسبه لمحل فول. بس يعني دونا عن ذلك ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات افطر تاني منين في اسكندريه. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزباظه.